خبركن عسيرين شو قالت لي تفطسوا من الضحك. لا بتقبرني ولا لا تقبرني. قال دقت لي، قال اختي نحن نهار العرس شو بدنا نعمل، شو بدك ياني اعمل يعني؟ قلت لها ماشي، انه بدك تنتين ونص تجوا لعندي بنتصور مع العريس بنرقص شوي هيك، واربعة بدنا نطلع عند العروس، ويعني هيدي عم خبرها التفاصيل. بتقلي ما انا هيدا اللي بدي اسالك، انه انا لازم اطلع معك عند العروس؟ قلت لها انه اختي انه اكيد لازم تطلعي معي، يعني انت اختي، انه بدك تطلعي معي. قالت لي ما اختي انا ما قادره اتخيلك بالفولكلور تبعك، مش قادره. عم تخيل وشك كيف كان. قلت لها غشيت من الضحك. قالت لي اختي انت ناسي وقت عرسي شو عملتي؟ انا هي طلعت من عندي من هون وجبت لها طبل وزمر وبتعرفوا. قالت لي اختي بتصيري تحدلي حدل، انت ما بتقعدي ترقصي، بتصيري تحدلي حدل. او اذا بدك هيدا على ابنك شو بدك تعملي؟ قلت لها اختي ايه بدك تتحضري؟ لا تحضري نفسيا اختي، لانه ما بس بدي احدو الحدل ونط وفز على الطبل، لا كمان في ايوي ها يا اهل العروس تحضروا، وايوي ها يا اهل المدري شو، ولا لا 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 لا. قالت لي اختي عن جد؟ قلت لها ايه وانت بدك تعملي ايه؟ قالت لي انا مش رايحه، انا رايحه، انا ناطرتك بالكنيسه. انتوا عم تتخيلوا انا كيف عم نط وفز نهارتها، واختي عامله هيك انه سيرين كل عمرها هيك برستيجها عالي، انا دايما برستيجي بالارض. اما نهار العرس بدكم تتسلوا تسلي. مش طبيعيه. يلا يا حلوين قوموا تنبلش نهارنا.